بتبلش أحداث مسلسلنا مع الرسامة اللطيفة مولي، وهي قاعدة مع صديقها يلي بيبارك لها من قلبه على فوزها، لكن فجأة بينسكب الكفاية بالغلط على إيدها، وهون بتكون اللحظة يلي بيظهر فيها جون زوجها، ويلي نفسه بيكون رئيس شركة معضل وسيم وعنده نفوذ. عيونه بتكون مليانة غيرة لأنه شاف حدا غيره بيلمس إيد زوجته يلي بيموت عليها. أما مولي أول ما شافته راحت الضحكة عن وشها وصار قلبها يدق بقوة. بيقرب منها وبيقول لها تأخرتي فقلت إجي أخذك بنفسي، وصديقها بضل بس واقف لأنه بكل بساطة مش فاهم شي. ولما بيحاول يلحق مولي الحراس بيوقفوه لأنه هاد أمر من جون. أول ما بيوصلوا على البيت بتحاول مولي توضح الموقف، بتقول له ما في شي بينه وبينه، هو بس صديقي من أيام المدرسة إجا يسلمني الجائزة. بس جون بيسوي حاله إنه هو ما مهتم، بس قلبه بيكون بيغلي من الغيرة. بيقول لها أنا صدقتك، اجلسي جايب لك هدية، وبكل هدوء بيقدم لها صندوق. أول ما بتفتحه بتتجمد ملامح وشها، الصدمة بتلمع بعينيها. بيقول لها يلي جوا الصندوق هو تذكار بسيط من الشخص يلي كان مفكر حاله قريب منك. لا تخافي، هلأ ما عاد ينمسك حدا غيري. الصبح يلي بعده مولي لسه ما قدرت تستوعب الصدمة يلي شافتها البارح. قلبها مش قادر يهدأ من التفكير في يلي صار. لما جربت ترفض الأكل كان رد جون هادئ، لكنه ما خلاها تغير قرارها. بيقول لها بعرف إنك معصبة مني، بس مش لازم تحرمي حالك من الأكل. لكن رغم كل كلامه رفضها كان أقوى من كل الكلمات. جون بيطلع كل غضبه على الخادمة، بيأمرها بسرعة تحضر كل الأكلات يلي مولي بتحبها، لكنه كان عارف تماماً إنه لو ما رضت الخدامة ممكن يكون مصيرها مثل صديق مولي يلي ماضيه كان مليان أسرار. فجأة بيجي اتصال مهم لهيك بيستأذن وبيروح ليرد عليه، بس فجأة بتسمع مولي حدا بينادي باسمها. اتضح إنه زوجة أبوها فيكتوريا هي وبنتها ليندا، بتسألهم عن ليش إجوا لهون. بتعتذر منها ليندا لأنها ما قدرت تمنع أمها. بتقول فيكتوريا أنا ما رح روح من هون، نحن بنضل عيلة وليندا بتضل أختك، أو شو لما تزوجتي شاب مليونير نسيتي إنه عندك عيلة؟ بتطلب منها ليندا ما تعصب، فبتقول مولي مو مشكلة لأنه هي مو أمي الحقيقية. بتقول لها فيكتوريا من لما تدهورت صحة أبوكي ما عطاني ولا دولار واحد، هلأ أنت لازم تسددي ديون أبوكي. بتقول لها مولي أنا رح أعطي المصاري لليندا، بس أنت لا، لأنك دايما بتقامري بمصاريي. بتقول لها حتى لو سويت هيك فأنا في الأخير بضل المرأة يلي متزوجها أبوكي، وغصباً عنك لازم تعطيني المصاري. فبيقول لها جون خدي بطاقتي البنكية. بتفرح فيكتوريا كتير وبيأمر حراسها ليمسكوها. بيقول لها بما إنه زوجتي رفضت تعطيلك المصاري فأنا كمان ما رح أعطيلك، وبالنسبة للكرت موجود فيهن مصاري كتعويض عن إيديك يلي رح تفقديهم. فبتترجى ليندا لتترك أمها، وفيكتوريا بتعتذر وبتقول أنا ما بدي المصاري وما رح أرجع للأصل مرة تانية. وبعد كم دقيقة أخيراً جون بيسمح لها تروح بدون ما يأذيها. وأول ما بيدخلوا على البيت الخدامة استقبلتهم، بتخبرهم إنه الفطور جاهز. جون بيتقرب من مولي وبلطف بيقطع لها اللحمة وبيقول لها لازم تاكلي، مش حابب أشوفك تعبانة. الخدامة بتطلع فيهم وبتقول بصوت واطي يا ريت زوجي عاملني بنص الحنية يلي بيعاملها فيها. مولي بتقوله الكل بيفكر إنك زوج مثالي، بس أنا الوحيدة يلي شايفة شخصيتك يلي ما بترحم. وبيكمل المشهد بذكرياتها لما كانت قالت له زمان بدي أطلقك، وهو وقتها كان شدها بقساوة وطلب منها ما تحكي عن الطلاق مرة تانية، ودفشها على الأرض بدون أي رحمة أو شفقة. فقالت له هيك بتخليني أفكر بالطلاق أكتر، بس هو سحبها للغرفة وقال لها لازم تصيري حامل عشان ما تفكري تتركيني في المستقبل، بس هي حكت له إنه هو مقرف. بنرجع للحاضر، بيقول لها أنا مجنون فيكي وما رح أترك حدا يلمس شعرة واحدة من راسك. بتقوله أنا إنسانة ومو ملكك. بيقول لها لا، أنت إلي وملكي لحالي. قرب عيد ميلادك
وأنا رح ساوي لك أحلى حفلة، ورح أعزم أختك ليندا كمان لتحتفل بيومك المميز. وبيقبل لها راسها وبيقول لها انبسطي، وبيأمر منها الحارس ليراقبها وما يتركها تختفي من عينه للحظة. وأخيراً بعد طول انتظار إجا يوم عيد ميلادها. لبست الفستان اللي جابه لإلها جون، وكانت متحمسة، بس الصدمة لما شافت إنه عزم ناس ما بتعرفهم، وحتى عزم زوجة أبوه إليسا. مولي رحبت فيها بلطافة، بس إليسا طنشتها كأنها مش شايفتها. أما ليندا فكانت مبهورة بفستان مولي، فبتقول إليسا شو الفايدة من إنك تلبسي فستان مصمم من فرنسا في حين إنتي بتضلي بنت من عيلة فقيرة؟ تعالي يلا بسرعة لتقطعي اللحمة، أنا جوعانة بدي آكل، ما بعرف كيف قدرتي تفوتي عيلتنا الراقية. بيقول لها جون أنا يلي رح أقطع لك اللحمة. بيكسر لها صحنها لقسمين. بيقول لها أنا آسف ما انتبهت منيح، لما الشخص بيتجاوز حدوده كتير عادي إنه يتهور معه، وخصوصاً لو كانت زوجة أبوه يلي بتسوي أي شيء لا تفوز بقلبه. لهيك بنصحك ما تتجاوزي حدودك، والمرة السابقة ما بعرف شو ممكن يصير لإلك. إليسا تجمدت بمكانها وقلبها كان بده يوقف من كتر الخوف. فبيقول لمولي ما تتركي الأشخاص اللي مش مهمين يعكروا مزاجك، رح أخدك لتشوفي هدية عيد ميلادك. المهم بياخدها لغرفة خاصة، بيورجي لها قلادة مصنوعة من الألماس. بيقول لها شو حبيتيها؟ صرفت عليها 20 مليون عشان تكون هدية مميزة إلك. أول ما شفتها حسيت إنه هي لازم تكون لإلك، لأنه كل شيء غالي بحياتك بتستحقيه. وبنظرة مليانة حب قرب منها وقبل راسها بكل عاطفة ومشاعر. بتقول له عمرك ما رح تفهمني، عشان هيك لازم نتطلق. ما بيلحق يرد، بيفاجئها وبيقبلها بقوة، بس هي بتبعد وشها عنه وبتتجاهله. بيقول لها إذا القلادة ما عجبتك عادي، عندي هدية تانية رح تتركك بلا نفس. وفجأة بيسحب مسدسه من ورا ظهره. بيقول لها أمي كانت بتشبهك، دايما كانت بتهرب، وأبوي كل مرة كان بيرجعها، وكان بيترجاها ما تتركه، بس بالنهاية تركته. بتقوله قوس علي، أنا رح كون زي أمك، رح أهرب لمكان ما رح تقدر تلاقيني فيه حتى لو دورت الدنيا كلها. جون بينصدم، وكل الذكريات أمه بترجع له، كيف أبوه لما رجعها للبيت كسر لها إجريها حتى ما تهرب، وكيف حكت له أمه وقتها بأنها بتحبه بس ما تقدر تعيش بجحيم أبوه. وآخر إشي كيف قوصت على حالها وتوفت بين إيديه وهو حامل المسدس. إيده بتتراجع، مولي بتضل واقفة بس نبضها بيضرب من الخوف، وهي ما بتعرف هالمجنون شو ممكن يسوي لها. بيقول لها لا تخافي، الحين صرت بعرف ليش كان أبي ما بيترك أمي تتخلى عليه. هاد لأنه اتنيناتنا حبينا بعض كتير، وما رح يصير فيكي زي أمي، رح نكون سوا للأبد. يلا الحين أنا رح روح لأكمل احتفال بيومك المميز، وإنتي الحقيني بعد شوي. ليندا بتحب قلادة مولي كتير، بتقول لها واو قديش زوجك بيعتني فيكي. بتقول لها هاد مو اهتمام، هاد تملك. بتقول لها اقدر أساعدك تهربي منه، ويلي بيصير كالتالي. ليندا بتقول لجون بأنه مولي رح تنهي حياتها. قلبه ببلش ينبض بسرعة وكأنه في سباق بيجي بسرعة ليوقفها. بتقوله أنت كنت حكيت بأنه لو توفيت رح تتركني أكون حرة. بيكون خايف عليها أكتر من حاله. بيقول لها أنا آسف، ما رح أذيكي مرة تانية، ورح أنفذ لك كل كلامك، بليز ما تتركيني زي أمي. بتقوله فات الأوان، هاي آخر مرة رح نشوف بعض، ومن جد بتسويها. بيتذكر كل لحظات الماضي وكيف مولي تركته زي ما أمه تركته بدون ما يفكر أو يحسب شو رح يصير معه. بيرمي حاله بالبحر وبيبلش يدور عليها بكل قوته. قلبه بيكون مش قادر يتحمل فكرة إنه مولي ممكن تضيع منه. المفاجأة كانت أكبر من ما بتتخيله، تبين إنه مولي لسه عايشة. المعاناة ما انتهت، لأنه جون حاطط حراسه بكل زاوية، وحتى هو كان قريب منها.
فبيقول مولي لو كنتي ميتة لازم أشوف جثتك، بس إذا كنتي لسه عايشة لازم ألاقيكي. كلام جون خلى جسمها يقشعر من الخوف، فبلشت تهرب بكل قوتها وكأنها ما قدرت تتحمل وجوده جنبها بعد كل يلي صار. وفي لحظة صمت بيسمع جون خطوات مولي، لهيك بيروح ليتأكد. رجليها كانت شوي رح تتركها توقع، فبتركض بكل قوتها للشارع، وكأنه السيارة يلي رح توقفها هي أملها الوحيد والأخير. بتترجى صاحب السيارة لينقذها، بيكون جون بعيد عنها بمسافة قليلة، وبسرعة البرق بيوافق وبتركب سيارته، ولأنه حظها حلو جون ما بيقدر يمسكها. هون بنبلش نشوف الوش التاني لليندا، الوش يلي مخبي نوايا مش بسيطة. بنفهم إنها وافقت تساعد مولي مشان تطلع من حياة جون وتخلي ساحة لإلها. كانت من زمان حابة تاخد مكانها بحياته وتتركه ينسى مولي وتصير هي الأساس. بالمشهد الثاني بنشوف مولي عند طبيب التجميل آلان، بيسألها مين اللي كان بيطاردها، وهي بتكون شايفة صور عمليات التجميل معلقة بكل مكان. بتقول له ممكن تغير لي كل وشي. آلان بيستغرب وبيقول لها طلبات زي هاي عادة بيطلبوها المجرمين. بتقول له المجرم الحقيقي هو زوجي، أنا ما إلي الحق أعيش مرتاحة. وبعيون فيها دموع بتورجي جسمها المليان كدمات بتترجاه يساعدها. فبيسألها كيف بدك يكون شكلك الجديد. بتقول له أي شيء بس يكون وش جديد يترك أي حدا ما يعرفني، وأبدأ حياتي من أول وجديد بلا خوف بلا وجع. وهاي اللحظة اللي فيها بلشت أهم خطوة بحياة مولي، خطوة بتفصلها عن الماضي اللي كلياته ألم. جون كان حاسس إنه الدنيا كلها سكرت بوشه، حراسه صاروا تايهين، كل محاولاتهم فشلت، وكأنها مولي تبخرت، الأرض بلعتها وما تركت وراها أثر. بس جون ما استسلم، كان زي المجنون بيصرخ على قائد حراسه، بيقول له دوروا فتشوا بكل زاوية، حتى لو شعرة واحدة منها لازم ألقاها. وبيهددهم بيقول إذا ما نفذتوا أوامري والله لأدفنكم وإنتوا عايشين. قلبه كان نار ما بتطفي، ونار من كتر جنون التملك يلي فيه. مر شهر كامل على آخر مرة شفنا فيها مولي. بيقول لها آلان جاهزة تشوفي وشك الجديد؟ قلبها صار يدق بسرعة وبلش العد التنازلي لحياة جديدة. عطاها المراية وبلحظة شافت حالها، دموعها نزلت بدون استئذان، بس هالمرة دموع فرح. بتقول لحالها من اليوم ورايح مولي القديمة ماتت، وهاي فرصتي لأعيش من أول وجديد. بعد يوم بياخدها آلان على بيته، بيقول لها ضلي عندي لبين ما تلاقي بيت مناسب. بتقول له ما رح ضل ببلاش، رح ساعدك بشغل البيت. وأثناء التنظيف بتلمح صورة لإله مع بنت بتشبهها كتير، ومن حكيه فهمت إنها كانت زوجته وتوفت قبل 5 سنين بسبب مرض خطير، بس ما حدا بيعرف من غيره. بتعتذر مولي إنها فتحت جرحه، بس هو بيقول لها لو كانت عايشة كانت رح تحبك، رغم إنه زواجنا كان ترتيب عائلي، كنا أصدقاء كتير مقربين. وهون بيحكي لها عن فكرة صغيرة، إنها تمثل دور زوجته قدام الناس بحفل زفاف صديقه الأسبوع الجاي. وبدون ما تتردد بتبتسم وبتقول له ما تخاف، رح كون زيها تماما أو يمكن أحسن كمان. في الوقت اللي كان جون لسه عم يدور على مولي، ليندا بتقول له لازم تاكل شوي. بيقول لها ما بدي مش جوعان. بيعرف إنه بعد أسبوع صديقه رح يتزوج ولازم يحضر الحفل. ليندا بتقترح تروح معه، يمكن هذا يساعده يتقبل وفاة مولي. بس جون بيقول لها بكل عصبية مولي حبيبتي ما ماتت، وإذا كررتي هالحكي رح أقطع لك لسانك. بيجي الأسبوع المنتظر، وأول ما بيفوت آلان ومولي على الحفل بتقابلهم روزا صديقة آلان، وبتنصدم لما بتعرف إنه تزوج مولي. بتقول لها أنتي اللي كنتي بتلاحقيه من زمان. المهم العالم الصغير بيجمع مولي مع جون، وبنكتشف إنه بيعرف آلان، وبيتفاجأ لما بيعرف إنه تزوج. بتستأذن مولي لتروح للحمام، وهناك روزا بتحكي معها بوقاحة، بس جون بيتدخل وبيوقف بصفها.
أول ما شافت حركة إيده حست بقلبها بيوقف من الخوف، جسمها صار بيرجف، ولما قرب يلمسها تخيلت إنه رح يضربها، فوقعت على الأرض وبلشت تزحف. سألها بصوت عالي: مين أنتي؟ ليش هيك خايفة مني؟ وأمرها تطلع بعينه، وسحبها بقوة وكرر سؤاله، بس نظرة واحدة منها كانت كافية تخليه يشك، بس مش متأكد. بهاللحظة دخل آلان وخطفها من إيده. مولي كانت مرعوبة، ترجته ياخدها من هون ومش قادرة تطلع بوش جون مرة تانية. آلان بيوضح لجون وبيقوله هاي زوجتي، ما بيصير تعاملها بهالطريقة. مولي بلشت ترجف ودموعها نزلت. بيسألها آلان ليش هيك كانت ردة فعلك لما شفتي ابن عمي جون؟ بتقوله هي مكسورة، هداك هو زوجي. انصدم آلان فبيقول شو؟ بدي أروح أضربه. مولي بترفع راسها وبتقوله لو رحت حياتي رح تخلص قبل ما تبلش. بيقولها أنا آسف، لو كنت بعرف إنه زوجك مستحيل كنت أخدتك معي على الحفلة. بتقوله هي هادية مش غلطك، لا تعتذر عشانه. فبيقولها بوعدك جون ما رح يشوف وشك مرة تانية ولا يقرب لك. هوس جون صار زي دوامة كبيرة، كل تانية بيغرق فيها أكتر. صار يتخيل ليندا إنها مولي وبدون ما ينتبه عانقها بكل حنية وحب. بس أول ما لفت وشها تجمد مكانه وانصدم. بيسألها شو بتعملي بقصري؟ بتقوله أنا خايفة عليك أكتر من مولي من أيام وإنت ما أكلت منيح. بيقولها ببرودة ماني محتاج خوفك علي، وليش لابسة أواعي مولي؟ بتحاول تبرر له، بتقوله أواعي يتوسخوا بالغلط وأنا بطبخ لك أكلك المفضل. ما بيسمع كلامها. بيقولها شيلي أواعي مرتي فوراً ولا تلمسيهم مرة تانية، ولا تفكري تفوتي على قصري أو تطلعي منه مثل ما بدك. وبيطردها برا القصر بلا رحمة. من بس مكالمة واحدة عرف جون إنه أبو مولي صحته عم تسوء يوم عن يوم، فركض على المستشفى، ولما وصل لقى الزلمة حتى مش راضي ياكل من إيده. فبيحكي له مولي سافرت، بس بعد كم يوم رح آخدك تشوفها. وكذبته هاي كانت كفيلة تخلي الأب ياكل. بعدها فوراً عطى أوامره لمدير المشفى، بيقوله اطرد كل الممرضين يلي كانوا بيعتنوا فيه وجيب غيرهم، وإذا هالإهمال رجع يتكرر لا تحلم تضل بمنصبك. والمدير من صدمته ما قدر يحكي، بس اكتفى باعتذار. وفي نفس اللحظة كانت مولي بالمستشفى مقررة تشوف أبوها. أول ما طلع جون من الغرفة دخلت بتركض، بتقوله بابا أنا مولي بنتك. بيفرح كتير أول ما بيشوفها، وبدموع الفرح بتحضنه. بتقوله قريب كتير رح أخدك من هون يا بابا. وبالصدفة وهي عم تطمن عليه لمست موبايل حدا كان على السرير. أول ما شافته قلبها بلش يدق بسرعة. بالمشهد اللي بعده جون بيتذكر فجأة إنه نسي موبايله بغرفة أبو مولي، فبيرجع على المستشفى بسرعة. بهالوقت مولي كانت عم تودع أبوها وهي خايفة، وطلعت من الغرفة على عجل، بس لسوء حظها بتشوف جون واقف قدامها. للحظة بتتجمد، فبتوقع حالها قصداً على الأرض حتى ما يشوف وشها، وفعلاً بتنجح بالخطة، بس للأسف بتنجرح إجريها، ومع هيك بتكمل وبتجري بكل قوتها. بتهرب من المكان قبل ما يمسكها جون، يلي هو بيمسك موبايله. بس وهو طالع من الغرفة بيلاحظ تصرفات أبو مولي مش طبيعية. بيقعد يتأمل شوي وبيسأله بنبرة شك مين كان عندك؟ كانت مولي صح؟ بس الأب بيهز راسه وبيتهرب من الجواب. جون ما بيسكت، بيأمر مباشرة مساعده ليتحقق. بيقوله روح شيكلي على كاميرا المراقبة فوراً. وبعد شوي بترجع الصدمة تضربه لما بيشوف التسجيل، وبيشوف مولي طالعة من غرفة أبوها. بيتذكرها منيح وبنبرة غامضة بيقول واضح إنه في شيء كبير عم ينخبى علي وأنا لازم أعرف كل شيء. لما بترجع مولي للبيت بتلاحظ إنه آلان مش بخير. بيقولها أنا تعبان شوي، فبتلمس ولا تتأكد من درجة حرارته. بيحسوا كأنه وقع في حبها. بتقوله رح روح أجيب الدواء. بيسحبها لحضنه وبيقولها مو داعي، انتي هي دواعي.
فجأة بيسمع جرس البيت، ولما بيفتح الباب هون بتكون الصدمة. اتضح إنه جون. أول ما بتسمع مولي صوته بتتخبى. إصرار جون بيكون أكبر، بيفوت بنفسه ليدور على زوجة آلان. بيقوله شو بدك فيها؟ بيقوله مو دخلك. مولي بتكون خايفة كتير لدرجة إنها بتتخبى في الحمام. بيدور في الطابق الأرضي ما بيلاقيها، لهيك بيطلع على الطابق التاني. بيقوله آلان جيتك لبيتي بهاي الطريقة ما حبيتها. بيقوله جون لو كنت بتخبي عني شي ما رح اتركك تضل عايش. بيكسر باب غرفة نوم مولي وبيحاول يفوت للحمام، بس آلان بيوقفه. بيقوله زوجتي بتستحم، شو بتتجرأ لتفوت؟ بيقوله اقدر أسوي اللي ما بيخطر لك في راسك. وبالفعل بيفوت وبيتأكد بنفسه، بس آلان بيسحبه معه. بيقوله جون ليش راحت اليوم زوجتك للمشفى؟ بيقوله شو دخلك في زوجتي؟ بيقوله جون هاي مو زوجتك. بيقوله آلان لكن شو راح تكون زوجتك انت؟ لازم تتقبل وفاة زوجتك. بيكون راح يضربه، بس مولي بتطلب منه ما يلمس زوجها، وهي يلي راح تشرح له كل شيء. بتقوله أنا رحت لأزور شخص من عيلتي. بيقولها بس أنا شفتك طلعتي من غرفة أب زوجتي. بتقوله فتت بالغلط لأنه المفروض كان لازم أفوت للغرفة يلي جنبها. بيقولها أوكي، لكن بتعرفي مين كان هنيك؟ بتقوله إيه، بانترون موي قريبتي. بيقولها بتمنى إنه كلامك يكون صحيح، ومن جد بيطلب من مساعده ليتأكد. بالصبح مولي بتجمع أغراضها علشان تترك بيت آلان، وبتقوله شكرا كتير لأنك غيرت لي حياتي. آلان بيوقفها وبيقولها إذا رحتي وما رجعتي لبيتي ممكن جون يشك فيكي، خصوصا إنه هو بيفكر إنك زوجتي. مولي بتقوله أنا لقيت وظيفة وبيت للإيجار. بيقولها أوكي طيب اشتري ببطاقتي اللي بدك إياه. بتقوله ما بقدر أخدها، أنت ساعدتني كتير، ما بقدر أزعجك أكتر من هيك. بيقولها لا لازم تاخديها، وبتوافق. بتمر فترة لحد آخر يوم كنا شفنا فيه مولي. مديرة القسم بتخبرهم في عميل مهم كتير رح يختار تصميم من تصاميمكم، واللي رح يعجبه تصميمه رح يترقب منصبه. مولي بتنبسط كتير، بس واحدة من الموظفات بتستأذي فيها وبتحكي لها انتي بتقدري تنافسيني؟ بنت بتلبس ملابس زبالة زيك، ما عندها ذوق باللبس، رح تصمم تصميم حلو وتفوز؟ هاد بالحلم. الرد بيجيها بسرعة. آلان بيشتري لها أحلى وأغلى ملابس من ماركة مشهورة. بتقول له الموظفة مين حضرتك؟ بيقول لها أنا زوجها. فبيقول لمولي انتي ما استخدمتي بطاقتي، فقررت اشتري لك شوية أغراض. مولي بترفض تاخدهم لأنهم غاليين، بس هو بيصر إنها تقبلهم. بعد كم يوم المديرة بتنادي مولي لمكتبها وبتخبرها العميل اختار تصميمك وبده يقابلك لتشرحي له فكرتك. روحي هو موجود بالمكتب يلي جنبي. مولي بتروح، ولما بتدخل المكتب بتتفاجأ إنه العميل هو جون. ابتسامتها بتختفي من وشها. بيقول لها كيف بتعرفي مرتي؟ بتقول له ما بعرفها. بيقول لها طيب ليش تصميمك نفس تصميمها؟ بتتلخبط شوي وبتقول له شفت تصميمها وطبقته بطريقتي. بيقول لها يعني بتعرفيها؟ بتقول له ما كنت عارفة إنه تصميمها. بيقول لها أنا صار لي فترة بدور على مرتي، بتعرفي وينها؟ بتحاول تهرب من الموقف. بتقول له ما بعرف بدي روح، بس بيوقفها. بيقول لها لو عرفت إنك بتعرفيها رح تندمي ندم العمر. مولي بترجع لعند المديرة يلي بتقول العميل جون اختارك بنفسه، إذا انسحبتي المشروع رح يخرب. مولي بتقول لها آسفة عندي أسبابي وأنا جاهزة أترك الشغل لو بدك. روزا بتقول بدي مولي تكون مسؤولة عن مشروعي، أنا عميلة مهمة كمان. بتأمرها تجهز لها شاي وبعدين بترميها عليها. بتقول لها بدك تحرقي تمي، وبتأمرها تمسح حذائها وبتذكرها إنها عميلة مهمة. مولي بتوافق، بس بعدين بتشفق عليها وبتقول لها روزا مرة فقيرة زيك كيف قدرتي تغوي آلان؟ بتقول لها مولي شو الفقراء ممنوع يتزوجوا يلي بدهم؟ فبتقول لها إيه لأنك بنت بشعة وبنصحك تبعدي عنه مشان ما انقلك لمدينة تانية. جون بيقول لها من جد بتحكي وبيأمرها تمسح حذائه. بتقوله ليش لا أمسح لك ياه؟
بيقول لها أكيد لو ما كنتي حابة تختفي أنت وعيلتك من الصين بنصحك تفكري كتير منيح. وبتنفذ كلامه وبيأمر من مولي لتجهز له كاشة شاي سخنة، ولما بتروح وبتحضرها جون بيسكبها على راس ليندا يلي بتعصب كتير. بيقول لها من الأحسن تتحكمي في غضبك مشان ما تخسري حياتك، وحاولي تبعدي عن مولي قد ما تقدري. فبتحاول مولي تهرب. بيقول لها شو ما رح تشكريني؟ بتقوله أنا عندي شغل كتير. بيقول لها ليش دايما بتتجنبيني؟ هل بتعرفي شي عن زوجتي أنا ما بعرفه؟ بتقوله أنا خبرتك المرة السابقة بإني ما بعرفها، لهيك بليز ما تضل تسألني أو رح أضطر استقيل. بيقول لها ما تقدري لأنه أنا الحين صرت رئيسك في الشركة، ولو حاولتي تستقيلي ما رح أتركك تلاقي شغل في الشركات التانية. لو ما خبرتيني عن معلومات زوجتي ما رح تهربي مني أبدا. بعد يومين بتيجي لعند جون لأنه هو طلب منها تيجي. بتقوله تفضل العقد. بيقول لها اجلسي لتاكلي معي، رح أوقع العقد لما أخلص من الأكل. وبصمت بتجلس، فبيطلب الأكل بنفسه بدون ما يسألها شو حابة تاكل. بيوصل الأكل بيقولها بلشي. زوجتي كان عندها حساسية من المأكولات البحرية، أو شو أنت كمان بتشبهيها؟ بتقوله بالعكس أنا بحبهم كتير. بتضغط على حالها وبتاكل ومباشرة بتبلش تتحسس، بس قدامه بتتظاهر إنها كويسة. بتقوله أنا رح روح للحمام. ما بتكون قادرة تستحملي اللي بيصير معها. المهم بترجع وبتقوله أنا آسفة لإني تأخرت، الحمام كان مليان ناس. بيسألها ليش حطيتي وشاحة على رقبتك؟ بتقوله أنا حبيته بدون سابق إنذار، بيسحبها لقربه. بتتوتر كتير وفجأة بيشيل الوشاح منها وبينصدم. بتحاول تهرب بس بيطلب منها تتوقف. بيقول لها شو هل عندك حساسية من المأكولات البحرية؟ بيوصل آلان بيقوله ليش أنت متحمس كتير لتعرف شو في رقبة زوجتي؟ ما بتعرف إنها كدمة؟ بيقوله جون شو بتسوي هون؟ بيقوله كان عندي اجتماع وبالصدفة قابلت زوجتي في الحمام، ما قدرت اتمالك نفسي وانت بتعرفي اللي صار بيناتنا. كلام آلان ما بيترك جون يقتنع، لهيك بيقرر يثبت له حكيه. بيقرب من مولي بس جون بيطلب منه يتوقف، وبعدها بيروحوا. أما جون بيقلب الطاولة بالأكل يلي فيها وبالعقد كمان. بيقول لها آلان لازم نفكر بحل ضروري. بتقوله بإيش؟ بيقول لها الخاتم هو الحل. وفي اللحظة اللي هي مش قادرة تستوعب كان جون بيستقبل خبر وفاتها. وفي اللحظة اللي هي مش قادرة تستوعب كان جون بيستقبل خبر وفاتها، أو بالأحرى كان بيشوف خاتم زواجهم عند البنت اللي المفروض إنها مولي. لينا بلشت تمثل الحزن قدام جون وكأنها مش هي اللي كانت تخطط تاخد مكان أختها. عيونها كانت مليانة دموع، لكن قلب جون كان عارف إنه يلي عم بتقوله مش صحيح. بتقول أنا مش قادرة أصدق، اختي راحت مني كانت كل شي بحياتي. لكن قلب جون كان مش قادر يتحمل، هو كان عم يضيع في أفكاره، والصدمة كانت أقوى من أي شي، وكأنه كل شي حواليه صار ضباب. جون ما كان قادر يتحمل أكتر وقال للحراس خدوها خليها ترتاح في قبرها، هاي آخر راحة إليها. لكن قلبه كان مش مرتاح، كان في شي غلط. فكر مع حاله وقال هل هي فعلا مولي؟ قرر يطمن ويتأكد عن طريق DNA الحمض النووي ليعرف الحقيقة. لكن فجأة تبين إنه آلان هو اللي خدعه ووقعه في الفخ. قبل ما يصير كل هالمسرحية مولي كانت بتعرف إنه ما رح يعرف جون الحقيقة، لأنه آلان خبرها. بعدين قابلوا بعض وكانت لحظة مليانة مشاعر مختلطة. الليل كان ماطر والجو كان كئيب. جون قلبه كان مليان ألم. بعد ما ودعها قرر يجي قدام قبرها. عيونه كانت مليانة دموع. استسلم وبلش يبكي. بيقول كيف فارقتيني يا مولي، كيف تركتيني، كنتي كل شي بحياتي. بترتجف ايده وبيقول إذا رجعتي أنا بوعدك ما رح أأذيكي، رح حبك للأبد. وبنفس اللحظة بدأ يتساءل عن سبب وفاتها. بيقول ليش تركتيني مثل أمي؟ ليش؟
ما قدر يتحمل، قرر إنه يلحقها بأي طريقة كانت. طلع المسدس وقرر يضحي بحياته علشان يكون جنبها. بس قبل ما يضغط ليندا كانت موجودة، اجت ووقفته بتقوله لا ما تتهور، بتمسكه وعيونها مليانة قلق، بتقوله ما بدي أخسرك كمان. بتقوله أختي قبل ما تتوفى تركت لك رسالة، كانت أمنيتها الأخيرة أنك تدير بالك علي، واللي سوته مولي أنا أقدر أعمل أكتر منه. بس جون بيوقفها وبعيون كلها غضب وحزن بيقول لها أنا رح أحقق أمنية مولي، بس إذا تجاوزتي حدودك مرة تانية زي اليوم رح أبعتك لعندها. صوته كان هادي بس مخيف، وكل كلمة كانت زي الطعنة بالنسبة لليندا. مر شهر على وفاة مولي، شهر تقيل، كل لحظة فيه كانت بتمشي على قلب جون وكأنها سنين. بس المفاجأة مولي صارت قريبة لآلان، العلاقة اللي كانت بالأول فيها حذر صارت أقرب. لكن لما عيون مولي بتشوف جون صدفة قلبها بيرتجف، وكأنه الماضي فتح جروحه من جديد. أما روزا كانت واقفة على الطرف عم تراقبهم من بعيد، عيونها مليانة حزن وحقد، بتجمع شجاعتها وبتتقرب من آلان وبتقول له اليوم عيد ميلادي، ممكن تجي على الحفلة التنكرية الصغيرة اللي عاملينها إلي عيلتي. بالبداية آلان بيرفض بكل برودة وبحجة إنه هو مش فاضي، بس بعد ما بيفكر شوي بيقرر يروح، بس مو لحاله. بيوصل على الحفلة ومعه مولي. روزا أول ما شافتها وشها تغير، قلبها انكسر قدام الكل وعصبت. بتقول له هاي شو بتعمل هون؟ بس آلان بيقول لها بكل هدوء زوجتي من حقها تكون معي بأي مكان بروح لإله. روزا كانت حاسة الدنيا بتلف فيها، لكن وقفت، غنت ورقصت بالحفلة مش لفرحها بس كرمال آلان. في الأخير بتسأله عن لو كان حب رأسها، بيقول لها إيه. سكتت شوي وقالت شو رأيك يا آلان زوجتك تغني؟ الكل ضحك، بعضهم تمسخر وبلشوا يقللوا من كرامتها، بس هي رفعت راسها وأخذت المايك وبلشت تغني بصوتها اللي كان ساحر. والأغرب جون وقف بمكانه، عيونه وقلبه رجفوا، بيقول مستحيل، كيف صوتها زي صوت مولي، بنفس الرقة بنفس النبرة يلي كانت بتغني له فيها قبل ما تختفي. ما قدر يمسك حاله، هجم عليها، حضنها بقوة، بيقول لها حبيبتي كنت عارف إنك لساتك عايشة. آلان ما طول، ركض بسرعة وبعد جون عنها وضربه بقوة. بيقول له شو مش قادر تتقبل موت زوجتك؟ بيقول له جون صحيح زوجتي توفت، بس صدقني أقدر أسرق لك زوجتك وتكون إلي مش إلك. آلان ما قدر يتحمل الكلام ومد إيده وضرب جون ضربة قوية، بس جون رد الضربة بقوة أكتر. الضربة كانت كفيلة تخلي آلان يقع على الأرض، ما قدر يقوم ولا حتى يفتح تمه، كان عم يتنفس بصعوبة، عيونه مش قادرة تصدق يلي صار. وجون بيمسك إيد مولي وبيسحبها لقصره، بيقول لها من اليوم ورايح انتي رح تحلي محل زوجتي. بتقوله خلص علي. بيقول لها لو كنت حابب انهي حياتك ما كنت رح خبرك. فبتصفعوا. جون بيعصب، بيمسك إيدها وبيسحبها بقوة لعنده، بيقول لها كيف بتتجرئي تضربيني؟ انتي نسيتي مين أنا؟ بيقول لها لو ما كنتي بدك تغيري ملابسك عادي، بكرة رح اشتري لك ملابس جديدة. بالفعل أي شيء بيخطر على البال، ميك اب ارتست، مصممة أزياء، وحتى بطاقة بنكية بيعطيها لمولي لتتصرف فيها زي ما بدها. بالليل بيقول لها انتي طالعة كتير حلوة، بتقول له شكرا على كل اللي سويته معي. بيقول لها بدي تثبتي شكرك بأفعالك. وبهدوء حملها لسريره، حطها بلطف وقال لها بدي أكون قريب منك دايما. بتقول له شو نوع العلاقة اللي بيننا؟ بيقول لها ليش بدك تتزوجيني؟ بتقول له إيه رح أروح بكرة أختار فستان زواجنا. بيفرح وبيوافق. تاني يوم ليندا بتجي لعندها، بتقول لها اخترتي جون لأنه أغنى من آلان، بس تذكري انتي بس بديل لأختي مش أكتر. مولي ما سكتت، مسكت إيدها وسحبتها لجوا الغرفة بسرعة وعيونها مليانة دموع. بتقول لها ليندا أنا مش بديل، أنا أختك فعلا. ليندا تجمدت بمكانها، ملامحها تلبكت، قلبها دق بقوة وانصدمت.
مولي بتسألها وين آلان، بتقول لها ليندا بالمشفى مجروح. بتقول لها اختي ساعديني اهرب منهم، وأكيد ليندا بتوافق. بتطلع مولي قدام الحراس بتغيير بسيط بشكلها وما حدا بيتعرف عليها. أما ليندا لبست فستان مولي الأبيض. مولي بتجي لعند آلان للمشفى، بتكون حزينة وعيونها ندم، حست بذنب كبير إنها كانت جزء من كل يلي صار لآلان، يلي بيصحى من الغيبوبة وبيشوف مولي. لما بيشوفها ما بيهمه حاله، بيكون خايف بس عليها، فبتقوله لازم نهرب قبل ما جون يلاقينا. لكن فجأة الصدمة وراها جون ظهر من بين الضلال، واقف عيونه مليانة غضب وخيبة. بيقول لها شو انتي لساتك عايشة يا مولي؟ زيفتي وفاتك وغيرتي شكلك عشان تتركيني. بيقولوا آلان مولي ما إلها دخل بكل اللي صار، أنا المسؤول. جون قرب منها، حضنها بكل حب وكأنه اللحظة هاي هي الفرصة الأخيرة لإنقاذ كل شي بينهم. بيقول لها أنا سامحتك، أهم شي نرجع لحياتنا الطبيعية. بتقول له مستحيل، اتركني، نحن انتهينا. بيقول لها ليش؟ بسبب آلان. بس المفاجأة الأكبر، مولي بتعرف من خلال حكي جون إنه ليندا خانتها وبلغته بخطتها. دموعها نزلت لحالها، عيونها كانت عم تقول كل شي بدون ما تحكي. جون بيقول لها يلا نروح، وبيقول لآلان هي زوجتي ولازم تنساها. بيمسك ايد مولي وبيسحبها معه بقوة. بيقول لها ليش خدعتيني؟ انتي بتعرفي اني بحبك كتير، هاد مو حب. بيقول لها انا بدي احميكي واتركك معي، بس ليش انتي بتتصرفي معي هيك؟ لو كنتوا بمكان البطل هل كنتوا رح تتصرفوا معه نفس التصرف أو كنتوا رح تتصرفوا معه بتصرف تاني؟ خبروني بالتعليقات. بتقوله حبك هو تملك مش حب حقيقي. بيقولها طب وإنتي بتحبيني؟ بتقوله لا، لما بكون معك بحس بالخوف، إنت شيطان بجسم إنسان. بيقولها يعني بتحبي آلان؟ بتقوله إيه، هو أحسن منك ب1000 مرة، حتى لو متت قدامي ما رح تنزل دمعة من عيني عليك. جون انفجر، عيونه صار فيها جنون. بتقوله كنت بعرف إنك ما رح تتغير أبدا. هالكلمة كانت زي رصاصة، خلته يفقد أعصابه تماما وضربها. اليوم اللي بعده بيقول لها أنا آسف مولي، بس أنا حرفيا مهووس فيكي بجنون، مستعد أعطيكي أي شيء واشتري لك أي شيء، بس حبيني. مولي تجاهلته، ما طلع منها لا دمعة لا كلمة ولا حتى نظرة. ما عاد يعني إلها شيء، مشاعره وكلامه وحتى وجعه ما عادوا يهموها. الليل كان ساكت، بس قلب آلان كان عم يدق بسرعة ليشوف مولي. بيقوله جون هي بتكون زوجتي. بيقوله آلان انت ما بتستحقها لأنك بتضربها. بيقوله جون شو انت بتستحقها أكتر مني؟ طيب خود المسدس هاد فيه طلقة واحدة، إذا عن جد بتحبها اثبت حبك وقوص على حالك، إذا عملتها رح اتركها تروح. مولي اتدمرت، صوتها صار بيرتجف وركضت لعندهم. بتقوله لا آلان لا تسويها. آلان مسك المسدس وعيونه على مولي، كانت دموعها تنزل من غير ما تقدر توقفها، وبنظرة واحدة منها تراجع، نزل إيده وقال مش رح أساويها علشانك. بس جون بلحظة جنون خطف المسدس من إيده وضغط عليه، بس ما طلعت الرصاصة. اتضح إنهم بيلعبوا لعبة مجنونة، مين اللي رح ينهي حياته بطلقة واحدة، وفي واحد رح يموت. هسا الدور كان على آلان. مولي كانت أكتر واحدة خايفة، قلبها عم ينهار. بتقوله آلان أرجوك روح لا تكمل هاللعبة المجنونة. آلان طلع فيها وللحظة شاف كل الحب والخوف بعيونها. بيقولها رح روح علشانك، سلم المسدس ومشي. مولي كان قلبها بدق 1000 مرة بالدقيقة، خوف توتر شي مش مفهوم. بس جون طمنها بنظرة غريبة وقال لها لا تخافي، بعد كم يوم رح أطلعك برا الصين. بس الحقيقة مولي كانت سبق وعطت لآلان يوز باي فيه فيديو مصور مبين فيه جون وهو بيضربها. آلان لما شاف الفيديو قلبه انفجر من الغضب وتذكر كل كلمة قالتها مولي. كانت حكت له جربت كل الطرق، محامي، دعاوي،
بس كلها فشلت بسبب نفوذ جون. قرر آلان يتحرك بنفسه، وبالفعل الفيديو انتشر، الصحافة اشتعلت، والشرطة تدخلت وطلب من جون يجي على التحقيق. بهالوقت مولي راحت مع آلان عبيته، كانوا مبسوطين مفكرين إنه جون تم سجنه أخيراً. لكن الصدمة، في حدا بدق عليهم الباب. آلان لما بيفتح بينصدم، كان جون واقف عيونه باردة ونظراته فيها تهديد. بيقول له شو كنت مفكر إنهم رح يمسكوني؟ دخل على البيت بدون استئذان وعيونه على مولي اللي ارتجفت أول ما شافته. قال لها بنبرة غريبة لا تخافي، ما جاي أضربك، بس جبتلك أوراق الطلاق، بكرة رح آخدك لنوقع وننهي كل شي بيناتنا. ليندا كان عندها خطة أخطر، راحت لعند زعيم عصابة وأمرته يخلص على مولي. تاني يوم مولي تجهزت، ركبت سيارة جون عشان الطلاق. بيقول لها مبسوطة، بتقول له إيه كتير. ابتسم وغير الطريق. بيقول لها رح نروح للمكان يلي التقينا فيه أول مرة. وصلوا للمكان يلي تقدم إلها فيه، ذكرياتهم الحلوة والمرة رجعت بلحظة. مولي بتقول له أنت يلي دمرت علاقتنا بإيدك. سحب جون مسدسه من جيبته، وكان واضح إنه مقرر يخلص على حاله وعليها كمان. لكن فجأة آلان وصل وطلب من جون ما يتهور، وفجأة جون شاف واحد من رجال العصابة بيصوب المسدس على مولي. بدون ما يفكر دفشها بعيد وأخذ الرصاصة بدلها. بآخر لحظة قدر يرد الضربة وقوص على المهاجم اللي أكيد كانت بعتته ليندا، بس هو وقع على الأرض. مولي صرخت وركضت ناحيته، حضنته وهو بينزف وكانت بتبكي. بيقول لها جون هلأ صرتي حرة. وبعد فترة طويلة بنكتشف إنه جون توفى. أما مولي قررت تروح على فرنسا لتحقق حلمها القديم وتتعلم الرسم. أما آلان وعدها يستناها لحد ما ترجع. هيك بنكون وصلنا لنهاية هالقصة اللي عشناها بكل مشاعرها، وجعها وحبها الموجوع. أنا كنت معكم بكل لحظة، تأثرت وانقهرت وانكسر قلبي مع كل دمعة نزلت من مولي، وكل تضحية من آلان، وكل جنون من جون. بس ما رح نوقف هون، استنوني بملخص تاني، قصة جديدة رح نعيشها سوا. قلبي بيحكي قبل الحروف، نلتقي قريب. باي باي.